يا مساء الفل عليكم. النهاردة هحكيلكوا على فيلم من بتوع يا ساتر يا رب. فيلم هيخليك تبص لعمه الطيب اللي ساكن جنبكوا ده بصة تانية خالص. فيلمنا اسمه Nobody أو نكرة، وهو اسم على مسمى حرفيا، وهتفهموا ليه كمان شوية. الفيلم بيبدأ بواحد اسمه هاتش مانسيل. هاتش ده راجل عايش حياة، بصراحة حياة كئيبة روتينية لدرجة الملل. كل يوم شبه اللي قبله بالمليم. يصحى، يعمل قهوته، يفوت ميعاد عربية الزبالة كالعادة، يروح شغله في مصنع حماه اللي هو مش طايقه. مراته بيكا بتعامله ببرود وحاطة مخدة بينهم على السرير، وابنه المراهق بلايك شايفه أضعف خلق الله. باختصار، هاتش ده في نظر عيلته ونظر نفسه مجرد نكرة، راجل ماشي جنب الحيط، أو زي ما بنقول بالمصري دايس على زرار الميوت لحياته كلها. وفي ليلة من الليالي الهادية دي بيقتحم حراميين بيت هاتش. حراميين عرة يعني، مش تقال قوي. واحد معاه مسدس بايظ والتاني متوتر أكتر من هاتش نفسه. ابنه بلايك بيحاول يتصدى للحرامي، لكن هاتش بكل هدوء بيقول له سيبه يا ابني. بيخليهم ياخدوا كام دولار وساعته ويمشوا. طبعا تاني يوم جاره الضابط بيجيله ويقول له يا جبان، ده أنا لو مكانك كنت فرمتهم. وابنه بصله بصة معناها انت مش أبويا. اللحظة دي كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير، أو بمعنى أصح القشة اللي فجرت بركان خامد من سنين. هاتش حس إن كرامته اتبعترت، مش بس عشان الحرامية، لأ، دي كانت تراكمات سنين من الكبت والإحساس بالضعف. بس في حاجة صغيرة حصلت. بنته الصغيرة سامي اكتشفت إن صورتها اللي عليها قطة ضاعت. وهنا بقى هاتش ما بقاش هاتش، في وحش جواه كان نايم، والإسورة دي كانت المنبه بتاعه. هاتش بيخرج يدور على الحرامية مش عشان الفلوس، عشان سويرة بنته. بيوصل لبيتهم وبيلاقيهم عرة وغلابة، وعندهم طفل عيان، فبيصعبوا عليه. لكن وهو راجع في أوتوبيس بالليل بيلاقي شوية شباب صيع سكرانين بيتحرشوا ببنت في الأوتوبيس. السواق بيحاول يمشيهم لكنهم بيضربوه. وهنا هاتش بيبص لهم وبيقول جملته الشهيرة وهو بيطلع المسدس بتاع الحرامي اللي طلع فاضي: أنا النهاردة هضايقكم. وهوب، بنشوف خناقة من أمتع وأعنف الخناقات اللي ممكن تشوفها في السينما. هاتش بيطحنهم طحن، بياكل علقة في الأول عشان جسمه كان لسه مصدي من قلة الأكشن، لكن بعد كده بيتحول لجون ويك الغلابة، بيكسر إيدين ورجلين وبيستخدم كل حتة في الأتوبيس كسلاح. المشهد ده هو الإعلان الرسمي لرجوع النكرة لعالمه القديم. المصيبة بقى إن واحد من الشباب اللي هاتش فرمهم في الأتوبيس ده طلع أخو زعيم مافيا روسية اسمه يوليان كوزنيتسوف، راجل سايكوباتي ومجنون، ماسك صندوق فلوس المافيا كلها وعايش حياته يغني ويرقص ويقتل في الناس. لما بيعرف اللي حصل لأخوه بيقرر ينتقم من الراجل النكرة اللي عمل كده. يوليان بيبعت رجالة بيته عشان يخلصوا على هاتش. وهنا بقى بنكتشف هاتش ده كان مين زمان. الراجل ده ما كانش محاسب عادي، ده كان مراقب حسابات للحكومة، بس مش مراجع حسابات ضرايب يا حبيبي، ده كان المراجع اللي بيروحوا للناس اللي الحكومة ما ينفعش تلمسهم. باختصار كان المميت اللي بيخلص على أي حد من غير ما يسيب وراه أي أثر. وكان اسمه الكودي نوبادي أو نكرة، عشان لما بيخلص على حد بيبقى كأن محدش عملها. هاتش بيحول بيته لساحة حرب، وبيخلص على فرقة المافيا اللي جات له بذكاء وعنف دموي. وهنا مراته وعيلته بيشوفوا لأول مرة جوزهم وأبوهم الحقيقي. الراجل اللي كانوا فاكرينه جبان طلع ماكينة قتل محترفة. هاتش بياخد عيلته ويوديهم في مكان آمن، وبيقرر ينهي الموضوع ده بنفسه. بيحرق بيته عشان يمحي أي دليل، وبيكلم واحد صاحبه قديم اللي بنكتشف إنه أخوه هاري، وبيقول له جملة واحدة في التليفون: الأرانب خرجت من القفص. ودي كانت كلمة السر بتاعتهم. والأكشن ما بيقفش عند هاتش بس، المافيا بتبعت ناس عشان تخلص على أبو هاتش اللي عايش في دار مسنين. بيطلع هو كمان مش سهل، بيستقبل القتلة بشوية شاي وبسكوت، وبعدين بيطلع شوتجن وبيفرمهم فرم. واضح إن التفاح ما يقعش بعيد عن الشجرة. هاتش بيقرر ياخد الحرب لمكان يوليان،
بيحرق فلوسه كلها، وبعدين بيتفق معاه على مواجهة أخيرة في المصنع اللي هو اشتراه من حماه. هاتش بيوصل المصنع ده وبيحوله لمصيدة موت، بيفخخ كل مكنة وكل حتة فيه. بتوصل المافيا الروسية كلها بقيادة يوليان، وبتبدأ معركة أخيرة ملحمية. هاتش بمساعدة أبوه اللي هرب من دار المسنين وأخوه اللي جه في الوقت المناسب بيحولوا المصنع لجهنم للروس. بنشوف مشاهد أكشن مبتكرة ودموية. هاتش بيقتلهم بطرق تخلي إبليس نفسه يستغرب. في النهاية هاتش بيواجه يوليان وبيقتله بطريقة عنيفة جدا، وبكده بينهي الحرب دي وبيثبت للعالم كله ولنفسه إنه مش مجرد نكرة. الفيلم بينتهي وهاتش وعيلته بيشتروا بيت جديد، والعلاقة بينه وبين مراته بترجع أحسن من الأول. لكن في آخر مشهد بيجيله تليفون، وبنفهم إن حياة الأكشن لسه منتهتش وإن النكرة راجع تاني.